بيبدأ فيلمنا مع خديجة بنت مسلمة محجبة عايشة في هولندا، وهنا وهي راكبة الأتوبيس ورايحة شغلها بتقابل بنت اسمها كمالة وبتوسع لها علشان تقعد جنبها في الكرسي، ولكن كمالة هنا بتبصلها بقرف وبتدور وشها. وهنا خديجة لاحظت إن كمالة بتتعرض للسرقة فقامت بسرعة وخدتها ونزلت من الأتوبيس. وهنا كمالة بتتعصب عليها وبتقولها في إيه؟ قالت لها بصي على شنطتك. فهنا طبعا بتتحرج وبتتأسف لها وشكرتها إن هي أنقذتها من السرقة. وبيتعرفوا هنا على بعض وبنعرف ان خديجة من هولندا وكمالة من اندونيسيا، وبيتمشوا هنا وبيكملوا طريقهم سوا. وبتروح هنا خديجة للمكتبة اللي بتشتغل فيها وكمالة للجامعة بتاعتها. وفي الطريق بيكون في صحفي بيصور وبيلفت نظره خديجة المحجبة وسط كل البنات، وده لان البنات كلها كانت من غير حجاب. ولما بيروح شغله ويعرض على مديره كل الصور اللي صورها، المدير هنا بيعجبه صورة خديجة جدا لان هي مختلفة عن باقي البنات، وقال الصورة دي هتكون غلاف المجلة. لكن بيقول له هنا الصحفي انا ممكن معرفش اوصل لها تاني ولازم اخد موافقتها الاول. لكن المدير هنا بيكون مصمم وبيقول له يتصرف. فبيروح هنا الصحفي لنفس الشارع اللي صور فيه خديجة وبيدور في الشوارع اللي حواليه، وبالصدفة بيشوف كمالة اللي كانت ماشية مع خديجة وبيحاول يتعرف عليها وبيصلح ليها العجلة بتاعتها، وبيبان على كمالة ان هي معجبة بيه جدا. وبيمشي وبيكمل تدوير على خديجة وفجأة بيشوفها وهي خارجة من المكتبة، ولما بيمشي وراها بيلاقيها داخلة تصلي في المسجد، فاستناها لحد ما خرجت وراح يتكلم معاها وعرفها على نفسه وقال لها ان هو صحفي واسمه نيكولاس. فقالت له خديجة اقدر اساعدك في حاجة؟ فقال لها انه صورها صورة قبل كده في الزحمة والمدير بتاعه صمم ان هو يحط صورتها غلاف للمجلة، لكن خديجة هنا بترفض وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيروح يحكي لصاحبه اللي حصل وبيقول له انا كده ممكن اطرد من شغلي، لكن صاحبه قال له انا ممكن اجي معاك ونحاول نقنعها مرة تانية. لكن نيكولاس كان حاسس انها برضه هترفض وراح لها تاني يوم المكتبة، ولما شافته قالت له لو بتدور على كتاب معين ممكن اساعدك، لكن لو هتتكلم في موضوع الصورة ده تاني فانا رافضة تماما. فبيقول لها هنا نيكولاس انت ليه رافضة؟ وبيقول لها انا شايف ان هي دعاية للبنات المسلمات المحجبات. ولكن بتسأله خديجة انت تعرف عددهم كام؟ لكن ما بيعرفش يرد. فبتقول له اول لما تعرف اجابة السؤال تعالى تاني. وبتقابل هنا خديجة كمالة وهي مروحة وبيقعدوا في مطعم، وبتقول لها ان هي محتاجة خبرتها في معلومات عن المسرح الاسيوي. لكن بيكون في شاب غريب بيراقب خديجة من بعيد. وتاني يوم بيتقابلوا تاني في المطعم، لكن في المرة دي كمالة كانت متفقة مع زميلها ان هو يجي علشان يساعدها في البحث بتاعها، وبالصدفة بيكون زميلها ده هو زميل نيكولاس. وبتقول له كمالة اعتقد انا شفتك قبل كده، فبيقول لها اه، وبيتعرفوا كلهم على بعض وبيحاولوا هنا يقنعوا خديجة انها توافق على الصورة، لكنها بتكون برضه رافضة. ونيكولاس بيقول لها انا محترم قرارك جدا، وخصوصا بعد ما طلبت منهم انها تعمل معرض صور عن الثقافة الاندونيسية في هولندا، وكمالة تكون هي العارضة ونيكولاس المصور بتاعها. وبعدها بيخرجوا كلهم ويبداوا بسيشن التصوير، وكمالة بتحكي لخديجة انها معجبة بنيكولاس جدا وبتكون قد ايه مبسوطة لما بتشوفه. وفي نفس الوقت بيكون نيكولاس واصحابه بيتكلموا مع بعض، ونيكولاس بياخد صور لكمالة وخديجة. فبيقول له صاحبه تفتكر هتكون مين الافضل فيهم لصورة الغلاف؟ فنيكولاس هنا غير الكلام وقال له انه ما كانش بيصورهم اصلا. وبعدها نيكولاس بيقابل كمالة وبيسألها عن خديجة، فبتقول له انت مركز معاها ليه كده؟ فقال لها انا مستغرب ان انتوا الاتنين من نفس الدين ولكنكم مختلفين. فبتقول له كمالة انا بحس دايما ان خديجة ملتزمة عني جدا، ودايما بحس انها اكبر مني في السن وشخصيتها مميزة عني. وبتسأله تفتكر اللي بيميزها الحجاب؟ وبتسأله هنا برضو عن مواصفات البنت اللي عايز يرتبط بيها، لكن نيكولاس هنا بيغير الكلام وبيقول لها انا مش بقارنك بخديجة، لكن مستغرب ان انتوا الاتنين من نفس الدين. وبعدها بنشوف والدة كمالة بتتصل بيها علشان تصحيها تصلي، لكن كمالة هنا ما بتردش عليها وبتكمل نوم. وبعدها بيتجمعوا كلهم في بيت خديجة وفاطمة، وبيكون واضح جدا اهتمام كمالة بنيكولاس. فنيكولاس هنا بيسأل فاطمة هو ليه كل المسلمات بيلبسوا الحجاب؟ فبتمسك فاطمة قطعتين من الحلويات، واحدة مقفولة والتانية مفتوحة، وقالت له لو خيرتك بين الاتنين دول هتختار انهي واحدة فيهم؟ قال لها المقفولة طبعا. فقالت له هي دي إجابة سؤالك. الإسلام بيعامل المرأة إنها ملكة ومش أي حد يستحق إن هو يشوفها أو يلمسها. وبتكون كمالة سامعة الكلام وبتتكسف لأنها الوحيدة اللي قاعدة من غير حجاب، وحست إن فاطمة بتوجه ليها الكلام. وبعدها بدأ نيكولاس يبحث في الدين الإسلامي أكتر. وبنشوف خديجة تاني يوم وهي مروحة بعد ما بتخلص شغل، ولكن بيوقفها الشاب اللي كان بيراقبها قبل كده، وبنعرف إن هو كان حاببها زمان قبل ما تتحجب وتدخل الدين الإسلامي، وما بيكونش عاجبه منظرها وبيشد الحجاب من على شعرها وقال لها شكلك بقى وحش قوي. وبتحاول هنا خديجة تدافع عن نفسها لكنها مش بتعرف، وبتفضل تزعق له وبتحاول تاخد منه الحجاب، لكن بيظهر هنا نيكولاس وبيضربه وبياخد منه الحجاب وبيديه لخديجة. وهنا حبيبها التاني بيقول لنيكولاس انت ليه بتدافع عنها؟ دي كانت عايشة معايا في بيت واحد
ومعاها فيديوهات كمان ليها تثبت ده. لكن نيكولاس هنا مش بيركز في كلامه وبياخد خديجة وبيوصلها لحد بيتها، لكن الموقف بيكون أثر على نفسيتها جدا وبتفضل تعيط. وبيقعد هنا نيكولاس يفكر مع نفسه في اللي حصل، لكن بتجيله هنا رسالة منها وبتقوله إن هي وافقت على العرض بتاعه. ولما بتقابله فعلا تاني يوم بتطلب منه يصورها فيديو، وده علشان الناس تعرف الحقيقة بالكامل. وبيبدأ يصورها وبتحكي إن هي زمان كان اسمها مارين، وإنها كانت من عيلة مسيحية وكل حاجة كانت متاحة بالنسبة لها، وكانت عايشة بحرية وكانت بتعمل كل حاجة غلط. وفي يوم اكتشفت ان حبيبها اللي هي عايشة معاه بيخونها وطلبت منه الانفصال، لكنه بيرفض وبيفضل يهددها بالفيديوهات اللي صورها لها قبل كده. ووقتها خديجة كانت فاكرة ان هو بيتكلم وخلاص، لكن لما سابته فعلا نشر كل فيديوهاتها وانهارت ساعتها. وحاولت هنا خديجة تنتحر، وبتشوفها فاطمة وبتتعرف عليها وهي رايحة تصلي، وعرفتها ان ربنا ممكن يديها فرصة تانية وانها ممكن تستغفر وتتوب. وحكت لها عن الدين الإسلامي أكتر وشجعتها تبدأ حياتها من جديد. ومن هنا مارين اتشجعت إن هي تدخل الإسلام واتحجبت وبدأت حياتها من أول وجديد، وبقى اسمها خديجة. وبتقول خديجة في الفيديو إن ده أفضل قرار هي خدته في حياتها، وبيقول لها نيكولاس أنا فخور بيكي جدا. فبتشكره هنا خديجة وبتسيبه وبتمشي. لكن نيكولاس وهو مروح بيقابله صاحب خديجة وبيضربه، ولكن بيوصل زميل نيكولاس وبيساعده. فبيقول له نيكولاس ما تقولش حاجة عن اللي حصل لخديجة، لكن برضه هنا بيروح وبيقول لها. وبتيجي هنا خديجة علشان تطمن عليه وبتعتذر له لأن هي كانت السبب في اللي حصل له، وبتحضر له الأكل. وبيحاول هنا نيكولاس يقوم، فبتساعده هنا وبتدخل كمالة في اللحظة دي وبتشوفهم وبتتضايق جدا. وبتروح لصاحبتها في البيت وبتقول لها صاحبتها انها خلاص هتسيب البيت وهتمشي وتروح تعيش مع حبيبها. وبتتصل بيها مامتها في الوقت ده وبتسألها انت لسه برضه مش بتصلي؟ ولكن كمالة برضه مش بتهتم لكلامها. وبتروح خديجة لكمالة عشان تطمن عليها وبتستقبلها بطريقة وحشة وبتسألها انت في حاجة بينك وبينه؟ لكن هنا خديجة ما بتلحقش ترد عليها لان بيجي تليفون لكمالة وبيقولوا لها ان مامتها توفت. فبترجع هنا لبلدها وبتروح تقعد مع عمتها، وبتكون زعلانة جدا على فراق مامتها، وبتقول لها ان هي ندمانة لان مامتها كل ما كانت بتكلمها كانت بتتجاهلها. وبتلاقي كمالة الراحة في قربها من ربنا ومش بتفوت صلاة ابدا. وبنروح لنيكولاس اللي بيوري لخديجة المقالة بعد ما اتكتبت، وبتعجب خديجة جدا وبتشكره وبيعرض عليها ان هو يعزمها على العشاء. لكن خديجة بتقول له من الافضل انك تعزم كمالة مش انا لان هي صديقتك المقربة. فبيقول لها نيكولاس انت ليه بتتجاهلي مشاعرك علشان حد تاني؟ انا عارف ان كمالة بتحبني بس انا بحبك انت. وخديجة بتقول له اللي انت بتقوله ده ما ينفعش لان انت مش مسلم. لكن نيكولاس بيقول لها لو انت وافقتي انا مستعد ادخل الاسلام. فبتسيبه وبتمشي لانها حست ان هو عايز يدخل الاسلام بس علشانها. ولما روحت حكت لفاطمة لكن مش بيكون عندها رد، لكن قالت لها الافضل انك تصلي صلاة استخارة وربنا هيعمل لك الخير ليكي. بعدها كمالة بترجع هولندا وبتروح خديجة تقابلها وبتلاقيها رايحة المسجد تصلي. وبتطلب هنا كمالة من خديجة ان هي تساعدها وتعلمها اصول الدين الاسلامي علشان تبقى ملتزمة زيها. وفعلا بتساعدها خديجة ان هي تتحجب. وهنا وهم مروحين كمالة بتقول لها انا سألتك قبل كده بتحب نيكولاس ولا لا وانت ما ردتيش عليا. وفي نفس الوقت بيجي لخديجة رسالة من نيكولاس وبيقول لها انه عايز يقابلها في نفس المطعم اللي اتقابلوا فيه قبل كده. وبتقول هنا خديجة لكمالة نيكولاس بالنسبة لي مجرد صديق مش اكتر. وبيروح نيكولاس يسأل صاحبه ازاي دخل الدين الاسلامي، وصاحبه بيفرح قوي. وبعدها بيروح نيكولاس بسرعة علشان يقابل خديجة في المكان اللي اتفقوا عليه. وبيروح قبلها وبيطلب من البنت اللي شغالة في المطعم تدي الورد الاول بنت محجبة هتدخل. وبيدخل الحمام ولما بيخرج بيشوفها من ظهرها وبيقول لها كنت مستنيكي من بدري. ولكن لما بتلف بيلاقيها كمالة مش خديجة، وبتكون البنت اديتها الورد وبيتصدم نيكولاس. وفي نفس الوقت وخديجة وهي رايحة في الطريق بتقع بالعجلة بتاعتها فبتتأخر على ميعادها. لكن أول لما بتوصل بتلاقي كمالة بتحضن نيكولاس. وبعدها كمالة بترجع البيت وبتحكي لخديجة على اللي حصل، وبتقول لها إن نيكولاس كان مستنيها وجايب لها ورد كمان. وبتقول لها إنها مبسوطة جدا لأنها كانت رايحة المكان بالصدفة. ولكن خديجة بتقول لها مفيش حاجة اسمها صدفة، كلها أقدار بتاعت ربنا. وبتفهم هنا خديجة إن اللي حصل ده هو الرد على صلاة الاستخارة وإن نيكولاس مش ليها. وفي يوم بتكون قاعدة على البحر ونيكولاس بيشوفها وبيسألها انت ليه ما جيتيش في الميعاد زي ما اتفقنا، وبيلومها ان هي بعتت كمالة بدلها وخصوصا ان انا متأكد انك بتحبيني زي ما انا بحبك. وفي نفس اللحظة بتشوفهم كمالة وبتمشي وهي متضايقة جدا. ولما قابلتها قالت لها انت كدابة. لكن خديجة حاولت تشرح لها ان نيكولاس بالنسبة ليها صديق مش اكتر وانها فاهمة غلط. لكن كمالة بتسيبها وبتمشي. وبيعدي الوقت وخديجة كل ما بتشوف نيكولاس بتحاول ان هي تتجاهله.
لكن نيكولاس هنا بيكون حاسس ان ممكن يخسرها، ولما بيروح يقابل صاحبه بيقول له ان الشيوخ جاهزين علشان يشرحوا له ازاي يدخل في الدين الاسلامي. لكن نيكولاس هنا بيقول له انا غيرت رايي لان الانسانه اللي كنت هدخل الاسلام علشانها رفضتني. لكن صاحبه هنا بيتصدم من كلامه وبيقول له انت لو كنت قلت لي انك عايز تدخل الاسلام علشان بنت عمري ما كنت هساعدك. وبيتاثر هنا نيكولاس بكلام صاحبه جدا، ولما بيمشي بيقابل في طريقه مسجد فبيدخل وبيبدا يقرا عن الدين الاسلامي. وبعد فتره بيدخل الاسلام، وبتشوفه هنا خديجه وبتتاثر لانه دخل الاسلام علشان نفسه مش علشان يتجوزها. وصاحبه في نفس الوقت بيروح يقابل كماله وبيعرفها ان نيكولاس بيحب خديجه، وان خديجه هي اللي بعدت عنه وضحت بحبها ليه علشانك انتي. وبعدها بتروح كماله وبتلاقي صاحبتها بتعيط علشان حبيبها سابها، وبتحكي لها قد ايه غلط انك ترتبطي بشخص وما يكونش بيحبك ومتعلق بحد تاني. وبنشوف خديجه اللي قررت ان هي تسيب هولندا وتتطوع في دار ايتام، وبتبعت رساله لكماله وبتودعها. ولكن بتروح لها كماله تاني يوم البيت وبتقول لها انا عارفه كل حاجه ومفروض انا اللي امشي مش انتي، وبرغم من اني هكون زعلانه بس هنسى، وان اهم حاجه في حياتنا هو رضا ربنا عننا. ولكن خديجه بتكون مصممه على السفر، وبتقول لكماله انا مش هينفع اشوفك زعلانه بسببي. وبتروح كماله لنيكولاس علشان يلحق خديجه، لكن بيرفض نيكولاس وبيقول لها ان خديجه ما بتحبوش اصلا. ولكن صاحبه لما بيعرف بيلومه وبيقول له ده انت حتى ما حاولتش تقابلها ولا تتكلم معاها. وكلامه بيفوق نيكولاس وبيجري علشان يلحقها قبل ما تسافر، وبيفضل يدور عليها في المحطه وما بيلاقيهاش. وبيروح لاوضه التحكم وبينادي عليها في المايك وبيقول لها انا متاكد ان ربنا مرتب لينا انك تكوني في حياتي. وبيسمعوه هنا رجال الامن وبيخرجوه بره، ولما بيخرج بيلاقي القطر مشي وبيقف هنا وهو زعلان، لكن بيلاقي خديجه بتنادي عليه. فبيفرح نيكولاس وبتقول له خديجه ان هي كمان بتحبه، وحاولت تمنع نفسها عنه كتير لكن ما قدرتش. وبعدها بيعدي فتره ومقاله خديجه كل الناس بتقراها وبيتعاطفوا معاها جدا، وخديجه بيكون عندها الشجاعه دلوقتي ان هي ترجع لاهلها هي وجوزها محمد اللي كان اسمه نيكولاس، واهلها بيستقبلوها وبيسامحوها. بس كده يا سيدي دي نهايه الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل افلامنا الجديده. يلا اشوفكم على خير في فيلم جديد. سلام.